السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وصفات سارة للطبخ. جيتكم اليوم بوصفة طاجين الكفتة ولا طاجين الشوا القسنطيني. سهل وبنين بزاف. نتعرفوا مع بعضنا على المقادير وطريقة التحضير. المقادير اللي نحتاجوها في طاجين الكفتة تاعنا: نحتاجو اللحم تاع خروف، ونحتاجو الدجاج الكمية حسب الرغبة، ونحتاجو كمية من اللحم المفروم ولا لا فيوند هاشي. عندي لهنا معدنوس وحبة بصل ربيتها مليح. في الطاطور تاعنا حطيت لهنا ملعقة تاع الزبدة وشوية تاع الزيت، وندوب هذيك الزبدة مليح مع الزيت. كي يسخنوا نحط القطع تاع اللحم والدجاج يتقلاو هما الاولين. على هذه تجينا المرقه كما شفتوها في بدايه الفيديو، تجينا اللون هذاك وتجي بنينه بزاف. كي تقليو اللحم والدجاج تاعكم هما الاولين وتقليوهم مليح حتى ياخذوا هذاك اللون الذهبي. كما راكم تلاحظوا هنايا نقلي في هذاك الدجاج واللحم. بعد ما يتقلاو مليح نضيف عليهم حبة بصل ربيتها في الناعم هكذا في الروبو، ربيتها كما راكم تلاحظوا، ونضيف لها كمية من المعدنوس هكذا، وفلفل اسود والملح. هادو هما، ونخليهم يتقلاو مليح. من جهه اخرى راح نحضر اللحم المفروم. لهنا حطيت شويه فقط تاع الزبده تخلي اللحم تجينا طريه، وحطيت كميه من المعدنوس، ونحط فلفل اسود والملح هكذا. ما نكتروش بزاف خاطر المرقه البيضاء ديما نقولكم ما تحبش يعني الملح بزاف. هذه هي، ونخلطوا هذه المكونات جيدا باه تندمج مع اللحم المفروم. وزدت لهنا ملعقه كبيره تاع بصل مفروم. هذيك البصل راح تزيد لنا طراوه للفيونداشي تاعنا. هنا نجيو نديرو الفيونداشي دي بولات هكذا، كريات. في الوقت اللي البصله راهي تتقلى مع هذاك الدجاج واللحم مليح، نكمل هنا كامل الكميه اللي عندي كريات بنفس الحجم. وهذا الطاجين صدقوني يجي بنين بزاف. نحضروه احنا في شهر رمضان، نحضروه في الاعراس تاعنا تقسنطينه، يعني كطبق من الاطباق في الاعراس. يجي هايل وبنين بزاف، معروفين به ناس قسنطينه. هذه الكميه اللي تحصلت عليها هنا. بعد ما تقلات لنا الدجاج واللحم مع البصل مليح مليح، نمرقو ما نكثروش المرق بزاف حتى يتغطى لنا هذاك الدجاج واللحم، وقسم ما يطيب لنا هذاك اللحم هكذا. ونبداو نحطو في هذيك الكريات تاعنا تاع فيونداشي، نحطو كامل الكميه هكذا، ونغلقو على الكوكوط تاعنا مده 25 حتى نص ساعه. يطيب لنا اللحم المفروم واللحم والدجاج مليح، يطيب كل شيء، وتعقد لنا المرقه تاعنا ونحلو عليها. هكذا. وهذه هي طاجين الكفتة تاعنا حاضرة معنا. خليوها تاخد غلية. بعد ما نفتحوا عليها 5 دقائق نعصروا لها حوالي نص حبة تاع الليمون، تزيد لها في البنة. لازم الليمون في طاجين الكفتة والمرقة البيضاء.
كيما راكم تلاحظوا جات خاطره وبنينه، جات تشهي. نحطها في صحن التقديم، نزينها بالمعدنوس والقارص كيما راكم تلاحظوا. والله صدقوني تجي بنه عالميه، لازم عليكم تجربوها في هذا رمضان. معليا غير نقول لكم مع السلامه وصحه فطوركم.